بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وكالعادة بنبدأ كلامنا 5 دقايق مش أكتر بالدعاء لأهلنا وإخواتنا وأمهاتنا وأهلنا جميعا في فلسطين وفي غزة، إن ربنا يثبت أقدامهم ويسدد رميتهم إن شاء الله، ويرحم شهدائهم ويشفي مصابهم ويحفظ أطفالهم من الرعب والفزع يا رب العالمين. النصر المبين قادم بإذن الله، النصر قريب بإذن الله. اللهم عليك بالأعداء، اللهم عليك بالصهاينة اليهود أحفاد الخنازير والقردة، اللهم عليك بهم يا رب. اللهم أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يا رب العالمين. الكل تخلى عنهم وأنت لن تتخلى ولم تتخلى عنهم، خلاص ما لهمش غيرك يا رب يا رب. هتكلم كلمتين موجهين للسيد الكابتن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكبير نادي القرن، الكابتن محمود الخطيب، الكابتن بيبو. قرار يا كابتن بيبو، أسوأ قرار خدته في عهدك وفي ولايتك الثانية من رئاسة النادي الأهلي، هي قرار إقالة أو الاستغناء عن الكابتن السيد عبد الحفيظ. بين قوسين كده، الذكر الراجل اللي عنده حمية، اللي بيوقف الحكام عند حدهم، اللي بيجيب حق النادي الأهلي في الملعب وخارج الملعب. أنا النهارده بقيت أبص على خالد بيبو يا دوب قاعد على الدكة ورا وبيبص الكولر كده، زي ما يكون إيه، خايف يقوم يقف لا يضربه على قفاه ولا يقول له أنت وقفت ليه ولا بتعمل إيه ولا بتتكلم ليه. قرار خطأ يا كابتن بيبو، ولما تعمل حاجة غلط هنقول لك ده غلط. لا انت ولا غيرك ولا اي رئيس ولا اي حد في الدنيا خالص على راسه ريشه بالنسبه للنادي الاهلي، قولا واحدا. اللي حصل النهارده سبحان الله، يمكن ربنا بيخلص لذنب الكابتن سيد طيب القلب. النهارده انا بتابعه طبعا بتابعه على قناه ابو ظبي، وهتابعه لو راح الهلولولي، بتابعه لانه عنده فكر وبيعرف يتكلم وبيعرف ينتقد وبيعرف يجيب الحق، ما بيفوتش. لو موجود النهارده او يوم الحد اللي فات يا كابتن بيبو، كابتن سيد عبد الحفيظ في يوم الحد اللي فات او النهارده ما كناش خرجنا. النهارده كان في ضربه جزاء وفي بلاوي في الملعب، والماتش اللي فات برضه كان في بلاوي في الملعب، ومفيش حد بيحتاج ولا بيتكلم. كان عامل رعب للحكام داخل الملعب والناس تانية خارج الملعب. تستغنى عنه ليه؟ راجل ناجع تستغنى عنه ليه؟ هنرجع تاني نعيد ونزيد في نفس الليلة. ما احنا ما قدامناش غير كده. ما انت ما طلعتش بررت الراجل مشي ليه؟ محسن صالح مشاه ليه؟ محسن صالح اصلا قاعد ليه؟ وزكريا ناصف ومش عارف وحسام غالي وبتاع ايه، هي شلاليه؟ احنا هنعملها شلاليه؟ انا بتكلم كواحد اهلاوي من 55 سنه، وعندي الاهلي اهم من الخطيب ومحسن وطلع سليم وغيره. الاهلي الكيان فقط اهم حاجه عندي. انا ما بطبلش الاشخاص ايا كانوا، حتى للخطيب اللي انا بعشقه وادوب فيه عشقه للعبه والاخلاقه، انما ما تديش ودنك لحد يعمل حاجه. احنا النهارده كان ناقصنا راجل ذكر على الخط بره الملعب يجيب لنا ويتكلم وينطق ويقاوح ويعافر.
طلعنا بمسببات كتيرة جدا جدا، وأولها عدم وجود مدير كورة، وعدم يعني التمسك بغرور كولر مغرور قوي، بوظ الدنيا في الشوط الأول من في صن داونز بريتوريا، وبوظ الدنيا النهارده. ومعلول وغيره. انا مش هتكلم على ايه موضوع سيد عبد الحفيظ، لان انا هعمل فيديو تاني هتكلم عن المباراه. قرار سيء ومهين لاعظم واقوى مدير كوره في تاريخ النادي الاهلي بعد ثابت البطل او قبل ثابت البطل الله يرحمه. ما ينفعش لجنه التخطيط او لجنه التخبيط بتخبط هنا وهنا وهنا. ما زهايمر يا عم الحاج. يا كابتن بيبو انت راجل مهاجم، احسن مهاجم شافته مصر، واحسن لاعب شافته مصر افريقيا وعربيا، ومش عارف تجيب مهاجم بعينيك، مش عارف تجيب المهاجم، لا انت ولا لجنه التخطيط ولا لجنه العك الكروي ولا لجنه التخطيط. وعشان كده النهارده الماتش اللي فات فوتنا يجي 100 فرصه، حتى ضربه جزاء النهارده ضاعت. المهم ترتيب الورق من الاول، ما نعملش حساب لاي اشخاص ثانيه، ما نجاملش حد. الله يرضى عليكم. يلا سلام.